عمليات التبرع بالأعضاء من العمليات اللي أثبتت نجاحها بشكل كبير جدا مؤخرا، خصوصا في الكلى والكبد وكمان الرئة. بس تخيل معايا إن الموضوع كمان وصل للتبرع بالقلب. أنا فاهمك وحقك الصراحة، وعشان كده جهز المج بتاعك. تعالى نتكلم مع بعض شوية. أنا شخصيا بحب الأمثلة والحواديت، فتعالى مع بعض أحكي لك حدوتة كده. دلوقتي إحنا معانا شخصين، واحد اسمه فريد وواحد اسمه كمال. فريد كان شخص طيب وحنين، لكن كمال كان شخص عصبي وغشيم. الاتنين متجوزين ومخلفين، والاتنين عملوا حادثة. فريد نقدر نقول إن أعضائه كلها تقريبا ماتت، لكن قلبه لسه شغال. كمال العكس، كمال أعضائه كلها سليمة، لكن قلبه فيه مشكلة وهيقف قريب. ففي الحالة دي معانا واحد جسمه ميت لكن قلبه شغال، وواحد جسمه شغال لكن قلبه يعتبر ميت. فكلام من هنا على كلام من هنا، أهل فريد قرروا إن هما هيتبرعوا بقلب فريد لكمال عشان يعيش، لكن ما يعرفوش إن هما كده هيغيروا حياته 180 درجة. حط الحدوتة دي في جيبك دلوقتي وركز معايا في اللي جاي. انت ليه شخصيتك بتكون مختلفة عن اخوك، عن صاحبك، عن اي حد من حواليك؟ كل واحد فينا بيكون له حتة في شخصيته مميزة عن الباقي. ده لان الشخصية بتتكون نتيجة مجموعة من التجارب والخبرات اللي انت بتجمعها طول حياتك. اي كلمة بتسمعها، اي حاجة بتشوفها، بتتخزن داخل جسمك على هيئة معلومات. المعلومات الكتيرة والمدخلات الكتيرة دي اللي بتكون شخصيتك في النهاية. طب المعلومات والمدخلات دي كلها بتخش جوه جسمك، بتتخزن فين؟ لا، مش المخ لوحده. عام 1991 جه عالم اسمه دكتور أندرو أرمر. العالم ده كان متخصص في القلب، كان بيعمل مجموعة من الأبحاث عن خلايا القلب، واكتشف حاجة غريبة جدا. اكتشف إن في مجموعة من الخلايا لها صفات وشكل مختلف، ومرور الوقت وتكرار أبحاثه اكتشف إن الخلايا دي شبيهة بخلايا عصبية موجودة في المخ. وقدر يوصل إن القلب فيه 40,000 خلية عصبية، 40,000 خلية قادرة تحتفظ وتخزن معلومات وأشخاص، وكمان تتخذ قرارات مهمة. وعشان كده أطلق عليها The Little Brain، او مخك الصغير. يعني انا كده عندي اكتر من مخ؟ اقدر اقول لك وكمان جه بعد دكتور جريج باردن في كتابه Resilience from the Heart، بيتكلم فيه ان فعلا القلب والمخ بينهم علاقه كبيره جدا في التفكير والاحتفاظ بالمعلومات. والكلام ده فتح مجال لاسئله كتيره جدا عن القلب. هل القلب مش مجرد مضخه؟ طب هل في وظائف تانية لسه معرفناش؟ طب انا كده بفكر بقلبي ولا بعقلي؟ طب السؤال الاهم، لو انا اتبرعت لحد بقلبي، هل هيعرف معلومات عن حياتي؟ عملوا إحصائية على 47 واحد من اللي عملوا العملية دي، منهم 80% قالوا إن مفيش أي تغيير حصل لهم، و20% حصل لهم تغييرات بسيطة. يعني مثلا واحد عنده 47 سنة قال إن هو بقى بيحب يلبس سماعات ويشغل أغاني عالية جدا في العربية وعايز يغير عربيته كل شوية. من الكلام ده هنحس إن الراجل ده متساوي، بس المفاجأة إن هو أخد قلب شاب عنده 17 سنة. بعد ما قلنا إن الشخصية فعلا ممكن تتغير بعملية نقل القلب، تفتكر يحصل إيه لو راجل خد قلب ست؟ يا بابا قولي بابا تاني قولي بابا تاني قولي بابا. هو الحمد لله مش للدرجة دي، بس في مشكلة صغيرة شوية، إن احتمالية موته خلال سنة بتبقى أعلى ب15%. لسه فاكر كمال وفريد؟ أهي دي بقى قصة حقيقية، بس طبعا باختلاف الأسماء. كمال اللي كان عصبي وغشيم بقى طيب وحنين، وشخصيته اختلفت كتير جدا. الأفظع من كده إن هو في يوم من الأيام كان ماشي في الشارع وقابل واحدة المفروض إن هو أول مرة يشوفها، لكنه كان عارف اسمها وعارف تفاصيل كتير جدا عن حياتها. الست دي تبقى مرات فريد. كتير من المرضى اللي عملوا العملية دي دخلوا في حالة من الاكتئاب، بقوا حاسين إن هما اتنين في واحد. حتى أهلهم بقوا حاسين إن هما فعلا عايشين مع أشخاص جديدة. على الرغم من التأثيرات دي، إلا وإن عملية نقل القلب بقت من أكتر العمليات الناجحة حاليا. هي بس فيها مشكلة صغيرة جدا، إن أنت محتاج تلاقي متبرع. صحيح، لو أنت ناوي تتبرع بقلبك ما تنساش تفرمطه كويس. سلام. طيب بعيدا بقى عن كلام الدكاترة والعلماء اللي بيحاولوا يثبتوا إن القلب مكان للتفكير ومكان لتخزين المعلومات وكل الكلام ده، تعالى نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في سورة الحج. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. طب تعالى كده سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. تعالى نشوف الآيتين دول واحدة واحدة. في البداية في سورة الحج، أفلم يسيروا في الأرض، ربنا بيخاطب مين؟ ربنا بيخاطب اللي كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم إن انتوا لو نزلتوا الأرض وشفتوا القرى اللي كانت قبلكم حصل لهم إيه؟ ربنا أهلكهم لأنهم مكذبين بالرسول وبالله. طيب، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني بالمنطق والعقل إن أنت لما بتنزل وهتشوف اللي حصل للي قبلك
اللي كانوا ماشيين في نفس طريقك، هتبدأ تفكر وتتدبر الموقف وترجع للي انت فيه. طب هتفكر وتتدبر بإيه؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. معنى كده إن القلب هو مكان التدبر والتفكر عن اللي انت فيه. طيب تعالى كده لسورة قاف، نفس الموضع ونفس كل حاجة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ربنا برضو بيخاطب المكذبين، بيقول لهم إن انتوا لما تشوفوا إحنا كم أهلكنا قبلكم من القرى، هتعرف إن انت ماشي غلط، وتعرف إن دي ذكرى المفروض تفضل في قلبك تفكر بيها من الصح ومن الغلط. فده برضو دليل آخر إن القلب مش مجرد مضخة، لأ، القلب هو مكان لجمع الذكريات ومكان للتفكير والتدبر. وطبعا مش هتاخد معلومة من يعني أحسن من اللي خالقها. يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق الإنسان وعارف كل حاجة فيه، هو الخالق، فبالتالي تلاقي إن المعلومة جاية بشكل واضح وصريح. الكلام ده تفسير من موقع إسلام ويب، وبعض المفسرين الجدد المعتمدين طبعا بيقارنوا بقى بين العلم وبين القرآن في الحتة دي، وبيتكلموا إن ده إثبات واضح وصريح على الكلام اللي إحنا قلناه من شوية لدكتور أرمر أو دكتور جريك باردن أو غيرهم من الدكاترة، إن فعلا موجود في القرآن بشكل واضح وصريح إن القلب مكان للتفكير والتدبر. وبس كده، إن شاء الله لينا كلام كتير جدا عن القلب والمخ وجميع الأعضاء في فيديوهات جاية. أتمنى تكون استمتعت. متنساش تعمل سبسكرايب ولايك والحاجات دي، وسلام.